ودلوقتي بعد ما شوربة الخضار استوت احط لها عصرة ليمونة، اقلبها كده. بصوا الالوان الجميلة، بصوا الالوان الجميلة ومخضرة سنة عشان الكرفس الفرنساوي العيدان بتاعت الشجرة نفسها. بصوا شكلها ايه، وبألف هنا وشفا. ما تنسوناش في الاشتراك في القناة وسبسكرايب ولايك. بصوا ازاي، ادي الكرفس او طلعوا، وألف هنا وشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنعمل شوربة خضار صحية جدا وسهلة جدا ومغذية جدا، ياريت تجربوها. تكويناتها: فاصوليا خضراء، بطاطس، جزر، كوسة، ممكن نحط كمان بسلة، ممكن كمان نحط عيش الغراب، كل ده ممكن، بس انا النهاردة هحط فاصوليا، بطاطس، كوسة، جزر. دلوقتي قطعنا الخضار صغير وغسلته بالملح والخل وصفيته، قلت اوريهولكوا بقطعه صغير قد ايه عشان يبقى جميل جدا. فاصوليا خضراء وكوسة وجزر وبطاطس، ولو في بسلة جميل جدا، ولو في عيش الغراب جميل جدا، لو هو المشروم والحاجات دي تبقى جميلة قوي قوي قوي. فالموجود ممكن نعمل بيه شوربة خضار. انا حاطة 4-5 اصناف، بيبقى حلو قوي، وحاطة كمان كرفس ان شاء الله هتشوفوا دلوقتي. هنا كان عندي كيس شوربة في الفريزر، شوربة لحمة، شوربة فراخ، الموجود بينفع طبعا جدا. وبحط الشوربة. هنا كان عندي شوربة في الفريزر، كيس شوربة طلعته، ودلوقتي حطيت عليه معلقة كركم عشان بيعلي القيمة الغذائية وبيدي مناعة كويسة قوي. وانا كمان بحط كرفس، اني انا اصلا بشتري كرفس فرنساوي وبقطعه، واي كرفس طبعا يمشي، بقطعه وباخد اللي انا عاوزاه وبشيله في الفريزر، بستخدمه كذا مرة. فدلوقتي عاوزة اعمل شوربة خضار، بدل ما اروح اشتري تاني فبلاقيه في الفريزر، فحطيت شوية من الكرفس الفرنساوي بالعيدان بتاعته، بحبه عشان العيدان بصراحة، الشجرة بتاعته انا بحبها جدا، ريحتها فظيعة جميلة جدا. دلوقتي حطينا الكرفس على الشوربة، ولسه هنحط شوية شوربة الخضار نفسه على الشوربة يعني. دلوقتي بنزل الخضار اللي انا قطعته صغير على الشوربة. بسم الله الرحمن الرحيم. على الكرفس، بسم الله الرحمن الرحيم. الريحة جميلة جدا جدا، شوفوا الالوانها جميلة ازاي. كل ما بتكتروا الالوان في الخضار خصوصا في شوربة الخضار بتعلوا القيمة الغذائية، حلوة قوي. انا غسلت طبعا الخضار بنقطة خل ونقطة ملح وبدعكه كده بايدي، وحطيت طبعا معلقة كركم عشان تعلي القيمة الغذائية، وكان عندي شوربة في الفريزر طلعتها، وحطيت الكرفس. دلوقتي لما تغلي اوريها لكم بعد ما تغلي باذن المولى. بسم الله.